ارتفاع جوي يسود تقريبا كل هذه المناطق، فعليه دائما هواء دافئ ثابت على العموم على حوض المتوسط وكذلك شمال البلاد، الذي يعمل على ارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة. حتى الرطوبة كذلك تساعد على الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة تقريبا على كافة السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. جيد. تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة كريم، هذا يعني أن هناك أسباب بالتأكيد طبيعية انتهت بتسجيل هذه الأرقام. هل ممكن أن نعرج هذه الأسباب وفق رؤية خبير؟ فعلا كل هذه الأسباب التي أدت إلى ارتفاع لهذه الدرجة درجات الحرارة، ورجع كذلك إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. إذا حسب الوضعيات الجوية التي تسود حاليا معظم بلدان العالم، ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة فقط معدلاتها الفصلية. على سبيل المثال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية صنفت 7 دول عربية حيث درجات الحرارة وصلت أو تعدت 50 درجة على كل من أقول سوريا، كذلك إيران، حتى على لبنان، فلسطين، كذلك حتى على السعودية أيضا درجة حرارة فقط المعدل الشهري، كذلك مصر، كذلك بعض بلدان كذلك قارة آسيا كالصين مثلا خلال الأسابيع الماضية وصلت في بكين إلى غاية 53 درجة تحت الظل. كل هذه العوامل سببها هو التغيرات المناخية والقبة الحرارية التي تميز حاليا تقريبا جل العالم إن صح التعبير. بمعنى هذا التفسير الطبيعي لهذه الظاهرة التي لم نشهدها منذ قرون. جيد. الآن بالتأكيد الكثير ربما من المواطنين يطرحون بعض الأسئلة التقنية، لأنه حينما تستعرضون النشرة الجوية أو نشرة التنبؤات الجوية تذكرون بعض التفاصيل التقنية، مثلا درجة الحرارة تحت الظل ودرجة الحرارة العادية. هل ممكن بعض الشروحات التقنية حول هذه الجزئية كريم؟ فعلا درجات الحرارة المسجلة تحت الظل التي تبث عبر نشرتنا الجوية هي درجات حرارة مصنفة عالميا، إذا تسجل تحت الظل كما يقول سوزابري. هي سوزابري هذه كما قلت تعمل بها معظم جل دول العالم. هذه سوزابري دونك هذه تقع على متر على سطح الأرض في محطة ما. هناك محطات عدة عبر العالم، إذن المرصدين الجويين يقومون بأخذ المعلومات الجوية إذن عبر الترموغراف ولا الترمومتر موية ولا الترمومتر العادي، إذا المحرار العادي عن درجات حرارة مسجلة تحت الظل. لكن درجات الحرارة المحسوسة التي يحسها الجسم إن صح التعبير نزيد عليها الرطوبة، الموقع الجغرافي للمنطقة، كذلك المرتفع الجوي، كذلك كل هذه العوامل تعمل على تسجيل درجة حرارة جسم مرتفعة من شخص لآخر. جيد. بالمناسبة أيضا كريم، لماذا حينما نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة خاصة في الولايات والمدن الساحلية يقابله أيضا ارتفاع في نسبة الرطوبة؟ هل ممكن تفسير تقني أيضا في هذه الجزئية؟ فيما يخص نسبة الرطوبة خاصة عندما يتواجد سحب سفلى خلال الصباح الباكر تتبعها دائما نسبة رطوبة عالية عندما يكون مرتفع جوي يسود حوض المتوسط حتى على طبقات علو الجو. إذن كل هذه العوامل هي من عوامل التي تعمل على ارتفاع للرطوبة. كذلك عن الرياح كذلك عندما تكون الرياح ضعيفة وكذلك وكذلك سحب سفلى كثيفة بالفعل درجة الرطوبة ترتفع أكثر. جيد. حتى درجة الحرارة ترتفع بعامل من عوامل الرطوبة كذلك، وحتى عوامل الرياح تساعد على ارتفاع لدرجات الحرارة عندما تكون الرياح ضعيفة ضمن تيارات مثلا جنوبية، عندما يأتينا هواء دافئ من مناطقنا الجنوبية. كل هذه العوامل
تعمل على الارتفاع في درجات الحرارة. جيد. الآن كسؤال أخير، ما هي ربما الرسائل والنصائح والتوجيهات التي تقدمها للمشاهد وعموم المواطنين في التعامل مع هذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة كريم؟ قبل ذلك الأخ فتحي أشير إلى أن هناك تنبيه ساري المفعول تقريبا على جل المناطق الشمالية بداية من اليوم إن شاء الله وإلى غاية يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، على كل من ولاية تيزي وزو، كذلك بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، كذلك ولاية الطارف، حتى على ولاية عين دفلة، ولاية المدية، البويرة، شمال ولاية الجلفة، المسيلة، شمال ولاية باتنا، ميلا، قسنطينة، حتى على ولاية قالمة، كذلك تيبازا، العاصمة، بليدة، بومرداس، حتى على كل من سيدي بالعباس، سعيدة، شمال ولاية تيارت، تسمسلت، معسكر غليزان، حتى على ولاية شلف، حيث درجات الحرارة إن شاء الله تحت الظل تتراوح. هذه الحرارة القصوى تتراوح ما بين 40 لغاية 44، أحيانا تتعدى ذلك لتقارب 48 درجة. هذه درجات الحرارة القصوى. حتى درجات الحرارة الدنيا إن شاء الله تتراوح ما بين 28 إلى غاية 36 درجة، وهذه حرارة الدنيا خلال الليل إن شاء الله. جيد. بالنسبة للتوجيهات والنصائح أعود لسؤالك. إذا توجيهات التي يقوم بها المواطن إن صح التعبير: عدم الخروج أوقات الذروة من 11 إلى غاية 4 مساء لتفادي ضربات الشمس، كذلك الإكثار من شرب الماء خاصة الماء، تفادي المشروبات الغازية من أجل تفادي التسممات الغذائية كذلك، وعدم التوجه لشواطئ الغير المحروسة كذلك، وأوقات الذروة خاصة أوقات الذروة لتفادي ضربات الشمس. جيد. زميل كريم مرزوق، المقدم النشرات الجوية بالتلفزيون الجزائري والمختص في التنبؤات الجوية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة وكل هذه المعطيات وأيضا كل هذه التوجيهات. اللقاء بك يتجدد بالتأكيد في قابل الفرص بحول الله. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا كريم. مشاهدينا